تعرف تعوم ما بتعرفش تعوم ما تقلقش. غريق. اول ما تنزل انزل بظهرك والميه هترفعك. غريق. اول ما تنزل انزل بظهرك والميه هترفعك. بص الميه بتطردك بره. تعرف تعوم ما بتعرفش تعوم ما تقلقش، مش هتعرف تغرق. اول ما جسمك بيلمس الميه الطاقه السلبيه كلها بتروح، زي ما يكون عارف ان هنا مكان مفيد ليه فبيطرد اي طاقه سلبيه. الملح الصخري اللي في سيوة بيتميز ان فيه 84 عنصر من اصل 92 عنصر الجسم بيحتاجهم. عشان كده لما بتنزل هنا الطاقة السلبية كلها بتروح. مش هتبذل اي مجهود عشان تقوم. المية فيروزية تحس ان انت في المالديف. مش هقف اقف على رجلي. كتر كثافة الملح مش عارف اقف على رجلي. خلي بالك من الحواف دي عشان انت تعور. ربنا يستر. فايدة الموضوع لو عندك أي بكتيريا على جسمك أو على جلدك بتتشال بسبب الملوحة العالية. وما تنساش بعد ما تطلع من الملاحة تروح على كامب علي خالد عشان تنزل المياه الكبريتية هناك. المياه دي طالعة طبيعية من تحت الأرض، درجة حرارتها بتكون من 37 ل 40 وبتكون مليانة معادن وكبريت. والمياه الكبريتية معروفة إنها بتعالج آلام المفاصل ومفيدة جدا للبشرة ومفيدة للعظم. وبعد ما تخلص في المياه السخنة وتاخد كفايتك منها تطلع تنضف جسمك في المياه الساقعة. لو حابين تشوفوا أماكن معينة اكتبولي في الكومنتات، ولو مهتم بالسفر والرحلات اعمل لي فولو واستناني بكرة.